الأسبوع هذا يعتبر أسبوع تاريخي في سوق عقارات دبي، اللي انتهى خلال 5 أيام الأخيرة، 5 أيام العمل الأخيرة. الناس ممكن تقول لي ليه خير إن شاء الله ايش صار؟ حقول لك إنه إحنا وصلنا أكبر معدل أو أكبر قيمة تصرفات خلال 5 أيام عمل، اللي هو أسبوع من ناحية القيمة، واللي تعدت 23 مليار درهم. متوسط الأسابيع عندنا 6 8 أحيانا 4 5 9، بس خلال الأسابيع الأخيرة والشهور الأخيرة وصلت إلى مستوى 23 مليار درهم، ويعتبر رقم تاريخي بالنسبة للقطاع العقاري في دبي. والسوق بيضرب أرقام تاريخية في عدة اتجاهات، سواء كانت على مستوى شهري أو ربعي أو نصف سنوي، واللي اليوم وصلناها على مستوى أسبوعي. أما بالنسبة للتصرفات وتفاصيلها، فإنه التصرفات توزعت على 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليار درهم، هذا بالنسبة للمبيعات. منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم، و2361 مبايعة للشقق والفلل، واللي وصلت ل 5.7 مليار درهم. أما أهم مبايعات الأراضي فكانت بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملحية، دبي ماريتايم سيتي، واللي تشهد اليوم إطلاقات جديدة جدا، هي أراضي على الواجهة المائية. وآخر إطلاقات هذه كان كورال ريف، وقبلها ديار طرحوا مشروع كمان في نفس المنطقة. تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة النخل جميرة، وبعدها مبايعة ب 64 مليون درهم في منطقة البرشا جنوب الثانية. وتصدرت منطقة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات. منطقة المطار اللي هي وين دبي ساوث هناك، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، وثالثها في سيح شعيب واحد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم. أنا شخصيا أول مرة أشوف سيح شعيب موجودة في الليستة من ناحية أبرز المناطق من ناحية الحجم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في النخل جميرة كأهم المبايعات، وبعدين مبايعة بقيمة 57 مليون درهم كمان في النخلة جميرة، وآخرها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وكمان في النخلة جميرة. كله في النخلة جميرة أبرز 3 مبايعات للفلل، وزي ما انتم شايفين أقل قيمة فيها 54 مليون. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات للشقق والفلل، اتسجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشا جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعات بقيمة 239 مليون درهم، والثالثة كانت اليفرة واحد وين جمدة ماركتس 2 بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم. هذا بالنسبة للمبايعات. نيجي للرهونات. الرهونات سجلت قيمة قدرها 14.7 مليار درهم، منها 94 رهن للأراضي بقيمة 14 مليار درهم، و470 رهن للفلل والشقق بقيمة 1.6 مليار درهم. وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 442 مليون درهم. وجينا لآخر أنواع التصرف في دبي، ألا وهي الهبات، واللي شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة تقريبا 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الميركات بحدود 73.5 مليون درهم، واخرها في منطقة الصف الثانية بقيمة 40 مليون درهم. هذه كان بشكل سريع انواع التصرفات وفين راحت ال 23 مليار لهذا الاسبوع. نتمنى هذا الزخم يستمر في سوق دبي العقاري. اذا عندك وحدات حابب تبيعها او تشوفها، ممكن يكون سعر البيع مناسب لك، تواصل معي اثمن لك هي، واذا ناسبك باذن الله توكلنا على الله وبدانا في اجراءات البيع. لا تنساني من اللايك والشير، ونراك على خير. سلام.